ليس معنى السعادة الضياع، السعادة هي انضباط، ولكن انضباط بتعاليم السعادة. ولهذا الفجار والكفار ليحرموا المؤمنين السعادة صوروا لهم أن الانضباط بشرع الله تزمت من أجل أن يتركوه، وتشدد من أجل أن يبتعدوا عنه. وأضرب لكم مثالا بحشرتين في هذه الحياة، حشرة ضائعة لا وزن لها بل هي ضارة، وحشرة ممدوحة مرموقة بل مدحت على لسان من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وهي النحلة والذباب. النحلة والذباب من الحشرات. النحلة ذكرها الله في كتاب وأوحى إليها أين تسكن، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية قوم يتفكرون. الذباب الضار، الذباب الذي يؤذيك يشغل، ربما آذاك في شرابك في طعامك في نومك أذي، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. الذباب يسلب ولا يعطي، والنحلة تعطي ولا تأخذ، تؤتي الناس أفضل الشراب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن كمثل النحلة، كمثل النحلة. ما الفارق بين هذه الحشرة وهذا؟ الفارق واحد، وهو أن النحل عنده وحي من السماء انضبط بتعاليم، فلما انضبط كانت له مملكة وإمارة، مكانه نظيف وشغله نظيف، ولا يجلس إلا على نظيف ولا يؤتي إلا على نظيف، مترابط في إمارة وقيادة ومملكة حتى في نظافته وأناقته. الذباب مبعثر لا أسرة ولا إمارة، مفكك في الأوساخ لأنه ليس عنده وحي. هكذا من ترك وحي الله وذهب بعد الدنيا يبحث عن السعادة في كل وقت انتهى عمره وهو ما وجده. أما الذي اتبع وحي الله فمثله كمثل النحل، وإن قال الناس إنه متشدد وإن قالوا متزمت، دع كلامهم تحت النعال وتمسك بشرع الله واعتز بما نزل من فوق العرش، ترفع عن الحياة التي تبعدك عن السعادة التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى.